صينية فاكهة ب 16000 جنيه. في سكرول واتفرج يا بيه، جايب لك صينية فاكهة ب 16000 جنيه. الله عليك يا اصحاب الفاكهه دي. هشام الجخ بتاع المطاعم. خلي الله ونبتدي بالرمبوتان. دي اسمها رمبوتان يا جماعة، هي فاكهة كلها شعر كده من بره، وفي صينية ب 16000 جنيه. أما لو فاكهة نظيفة بقى ومهتمة بنفسها دي سعرها كام؟ 1300 جنيه كده. ده بالطن ولا إيه الدنيا؟ شكلها من جوها غريب شوية. يلا شفتني كلتها ازاي؟ عشان متعود عليها. ما كانتش بتطلع بره الكيس اللي بيبقى فيه الجبنة والحلاوة وأنا رايح المدرسة. ما فيهوش مزازة، بس تاكل حاجة خفيفة كده طعمها مسكر. فرقت يعني التوت. وتاني فاكهة معانا هي اللونجان، 1300 جنيه لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا أنا كنت فاكرها كيوي الكيلو. دي بقى زمان ايام 6 و6 كنت اروح مع جدي تايلاند. أيوة أنا فاكر وأشهد على الكلام ده، حتى بالأمارة كنا بنروح قطر. تايلاند. انا بقولها صح ولا هي غلط اصلا؟ كبدايه اصلا، كبدايه كده. نفس اللون من جوه صح؟ نفس اللون اللي فاتت بالظبط. جواها جوهره دي ولا ايه؟ وريني كده. لا يا ما كلش حاجة فيها بذر أنا. كسبت حاجه انا ولا ايه؟ ولا توبه. ايوه فنان. خد ازرعني دي، اوعى ترميها، ده الكيلو ب 1300 جنيه، ده احنا هنعمل مصلحه. طب لما اجي اقول انا تاجر حاجه، يعني هي اسمها ايه؟ اقول انا تاجر ايه؟ تاجر البتاعه دي؟ خش على حبيبه قلبي الليتشي. الليتشي دي بردك كان يعني الواحد يروح مع جده زمان باريس. دي بقى كنا بنركب من الموقف عشان القطر كان بيبقى كومبليت. دي ما تتباعش الا في باريس على فكره. الكيلو بكام يا باشا في مصر هنا؟ تضحكوا ليه؟ الناس مش هي كلهم نفس الشكل من جوه، الملمس شوك، فاهم يا باشا ده حد بيشتغلنا، دي مسبوغه واحنا بس فالحين ايه ناكل اشكال والوان، لكن اللي جوه هي. ملمسها من بره شوك، نفس البذره. لا هو انا متعود عليها ومش بحكي لكم. انا كنت اقول لهم يا جماعه بلاش الليتشي، ما بتبقاش احسن حاجه، ده مش الموسم بتاعها. معروفه الليتشي بتطلع مع الخس، يعني لو طلعت حتى اسمها ليتشي اللي هي بتيجي مع البرد. وعايز اقول لكم ان دي المانجا وده شيكو، ما اعرفش هو اسمها شيكو. لا انا احب العويس. تعالوا نفتحها كده من جوه. عايز اقول لكم بقى دي ليها ذكرى معايا، ذكرى. انا ما بهزرش ليه يا جماعه؟ بتاخدوا الكلام بالهزار؟ ده مانجا يا عم. ده مانجا فص. ما تفرقش قوي عن الزبده. طعم مانجا قوي 100%. يا هاني ما اكيد مانجا. اول مره ادوقها. لا يعني هكون كداب هاني فود يعني؟ ما دقش الحاجات دي قبل كده هاني فود يعني؟ لا مترميه في كل حاجه، بتبقى جنب الغساله حتى ساعات كده لحد ما تبوظ. انا اصلا بشبه على الاناناس. هي مانجا واقل من المانجا بجد. ودي اسمها فاكهه التعبان، وهي الملمس بتاعها جلد تعبان، وهي منظر شوك، فاهم؟ طب والله معذور بجد، شكلها اشعر. انا اصلا ما اعرفش ازاي يعني ممكن اكلها. انت فاهم؟ هي ملمسها هي اشعارك اصلا، والسكينه حتى وانت بتقطعها ملمس. ايوه مضايق. الكيلو 1200. بقول لك ايه، تبيع اللي في ايدك دي على عيبها كده بقى، وما تقوليش بقى ايه اصل رشش من بره عشان نظافه ومش نظافه، هي باينه قدامك ان هي خبطه. يا صعبه وشكلها صعب. حطها على جنب، لولا ان هي نعمه ربنا كنت قلت لك طوعها، فخليها على جنب. ودي اسمها جاك فروت، وعايز اقول لكم ريحتها قلبه البكاره. اصلا مش طايق الصينيه، عايز البس كمامه وانا باكل. ما دي تقريبا ريحه جاك، يعني ما اعرفش بقى جاك كان قاعد فيها بقاله كتير ولا ايه، مش ايه الريحه دي. لا بس طعمها حلو قوي. تعال توبه دوق كده، دوق حلوه قوي. ايه رايك؟ ما انا هكمل الحلقه لوحدي ولا ايه؟ تقريبا كده طبعه يعني اكل من جاك نفسه من عند، انتوا فاهمين. حبيبه قلب هاني فود الباشون فروت. دي بتطول الشعر. انتوا فاكرين زراعات؟ لا هو هاني فود ايه ده؟ خلصت على كده يا عم ده تين شوكي يا عم. ملمسها في البق بشع، طعمها في طعم، عارف انت اللي بيجزع ده. يبقى تين شوكي، واللي هي بتبقى اخر واحده في السبت دي اللي يقول لك تاخدها فوق البيعه يا استاذ ولا ارميها. وريهم رياكشن وشك. نخش على الدراجون. بص بقى تقشر كده كده اهو. تحس الفاكهه دي جواها غسول باللي هو بتاع الوش ده. توسع لنفسك عشان باين انه واخد على الحاجات دي ولا لا؟ قوي باين صح يا اخي ده ولا كانك بتاكل جوافه، ده انت ما ايه ده متعود. احلى ما فيهم. عايز بلاش. انا هاخد بقى الحمرا دي. احنا مش عارف هم عارفوهم منين يعني. هو قال ده هي اصلا انت مين اللي باع لك؟ ده كيلو جوافه ب 1000 جنيه. 1000 جنيه يا هاني؟ ده انا ابدا مشروع جوافه اصلا مش هيكلفني 1000 جنيه. هي ريحتها جوافه؟ جوافه حمراء ولا جوافه بينك ولا ايه؟ دي جوافه بايظه. رساله لاي عريس، قول لحماتك دي الصينيه اللي تجيبها لي في الصباحيه، شويه فاكهه كده
تحترم، ما فيهاش ولا صنف مسكر يخليك تبقى مشتاق انك تجربه تاني يعني. طب هو صاحب المحل بعد ما بيبيع اول مره الزبون بيرجع له تاني؟ البطيخه تقوم عاملها كده 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 وتقوم عامل كده. بسم الله. قرعه. فاكريني عادي صح؟ صفار وحلاوه يعني في حمار وحلاوه ودي صفار وحلاوه. دي عايزين نبعتها لناس كده عينهم في حياتنا. معلش انا دخلت في المود قوي. يا راجل يا راجل ده انا كانت ثابت عليا الفلوس يا عم. اللي عجبتني هي فعلا بجد يسكر بقه وفي حاجات مزه قوي. البطيخه دي ب 550 جنيه بس. النقله ولا ايه ده؟ بطيخه وحمرا ده حاجه غريبه قوي. انا عايز اشتغل بتاع بطيخ بجد. انا حاسس ان انا لا في البطيخ كويس يا عم يلا بينا نعمله فرش في دخلة الشيراتون كده. يعني مش عايزه معايا. يلا يعجبني في توبه ما بيسيبش حاجه للظروف. حلو بس انت دفعت فيها 550 ليه؟ 550. الاثنين اذا كان كده مبلوعه. ايه ده؟ ايه ده؟ تاني فود. لا انتوا فاكريني يا جماعه ان انا ايه يا جماعه؟ لا ده فكهاني من هو قد كده، ده كان هيفتح قبل فرغلي. فينها جواب؟ اوه الله سقف يا جماعه اغمض عيني زي شيف براك اهو يا عم اهو. يا عم الله يسترك، عايزين نكمل الفيديو عادي. كان تيتا الله يرحمها كانت دايما تدينا سلايز الاناناس كده طول عمرنا ولا كنا نسمع عن الجوافه دي اصلا. دول كده مع حته جبنه. هات لي بقى الصينيه دي كده. استنوا 3 شهور هوريكم الانتاج اللي انا زرعته من المنظر ده. بامانه كلهم طعمهم عادي جدا. لو اي واحده بتتوحم شايفاني يا حبيبتي دي اوعى تطلبي من جوزك لان بجد بامانه ما فيش حاجه هتحس ان هي مسكره يعني. لا وقبل ما تطلب طلق، دي ما فيهاش هزار، دي 16000 جنيه في صينيه فاكهه وهتبوظ تاني يوم اساسا.